السلام عليكم. زين الدين زيدان يفاجئ المنتخب المغربي بعد الفوز على كندا والتأهل إلى دور ال16 في كأس العالم ومواجهة المنتخب الأسباني، ويجهز مفاجأة كبرى سيفاجئ بها المنتخب المغربي في مباراة أسبانيا. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد التأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى دور 16 في كأس العالم بعد الفوز على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف واحد وتصدر مجموعته، فقد صرح أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: أنا سعيد للغاية بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الكندي والتأهل كأول مجموعته لأول مرة لأي منتخب عربي وإفريقي في كأس العالم، وأنا أنتظر بفارغ الصبر مشاهدة المنتخب المغربي أمام المنتخب الأسباني. ولقد أتتني دعوة من القطري ناصر الخليفي لحضور مباراة أسبانيا مع المغرب لمساندة المنتخب المغربي، وسوف أحضر هذه المباراة من المدرجات لمشاهدة أشقائنا في المغرب، فالمغرب هي من أحب البلاد إلى قلبي، وأنا دائم الزيارة إلى المغرب وخاصة في العطلات الصيفية. فالمنتخب المغربي رفع رؤوس العرب في هذا المونديال، وأعتقد أن مواجهة المنتخب المغربي مع المنتخب الأسباني ستكون مباراة نارية وحماسية بين المنتخبين، ولكن كل شيء وارد في كرة القدم، فالمغرب لديها منتخب قوي جدا ومنظم وقادر على تخطي المنتخب الأسباني في هذه المباراة بما يملكه من لاعبين على أعلى مستوى، على غرار أشرف حكيمي وياسين بونو وحكيم زياش والنصيري وغيرهم من اللاعبين الممتازين. وأتمنى تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية في كأس العالم، فالمنتخب المغربي قادر على صنع المعجزات في كأس العالم. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.